مساء الخير. حلقة جديدة اليوم عم نكفي فيها السلسلة اللي كنا عم نحكي فيها عن أندية الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. اليوم رحلتنا رح تكون على مدينة جميلة، الرحلة رح تكون إلى مدينة حمص لنحكي عن قطبين مدينة حمص، الكرامة والوثبة، اللي كانوا نشيطين جدا هذا الموسم بسوق التعاقدات. كانوا عم يعملوا ويحاولوا انه يشكلوا فريق كرة قدم مميز هذا الموسم لينافس على لقب بطولة الدوري. شو عملوا الكرامة وشو عملوا الوثبة ومين هي تعاقداتهم خلينا نشوفها بالفيديو التالي. بس قبل ما ننتقل للحديث ما ننسى نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس. فيديو جديد كرامة ووثبة تعالوا نشوفه مع بعض. راح نبدأ من فريق الكرامة. فريق الكرامة اللي كان عم يتأخر بالتعاقد مع المدرب، طبعا وجود مجلس إدارة نادي الكرامة برئاسة الدكتور عهد غزام ونائب الرئيس الداعم للفريق عمر العموري، كان في تعاقد متأخر مع المدرب. كان التعاقد مع الكابتن فجر إبراهيم ليقود دفة الكرامة خلال منافسات دوري كرة القدم السوري هذا الموسم. كان عم يحاول نادي الكرامة يرجع أبناء النادي ويحاول يحافظ على أولاد النادي الموجودين. طبعا كان في عنده خسارة كبيرة برحيل اللاعب الشاب محمود الأسود إلى نادي زاخو، ولكن دائما كلنا بنعرف نادي الكرامة مدرسة ولادة للمواهب، ولادة للاعبين المميزين، ولادة للاعبين اللي دائما هن بيرفضوا كرة القدم السورية. كان التعاقد مع أبناء النادي بمقدمتهم نصوح نجدلي، زيد غرير وحسين رحال اللي رجعوا لناديهم نادي الكرامة. الحفاظ على أسماء لعبت مع الكرامة بالموسم الماضي، قائد الفريق تامر حج محمد، بالإضافة لجهاد بسمار، عبد الملك عنيزان، والعديد من الأسماء اللي لعبت مع الكرامة بالموسم الماضي. الأسماء من خارج النادي ويعني شفنا في تنوع بالتعاقد مع اللاعبين بعدة مراكز. كان التعاقد مع عبد الرحمن بركات المهاجم، بالإضافة للتعاقد مع اللاعب ورد السلامة وأوليفر كاسكاو، عبد الله الشامي، محمد حديد وأحمد الشمالي. باليومين الماضيين الكرامة رجع وتعاقد مع باهوز محمد اللي كان مع الفريق بالموسم الماضي. الكرامة شارك ببطولة الدرع في الدور الأول، لعب مع فريق الوثبة في ديربي حمص وتمكن من الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء والتأهل إلى الدور الثاني. بالدور الثاني كان عم يقابل فريق الوحدة، عم يتعادل معه بالوقت الأصلي بهدفين وعم تروح المباراة لركلات الترجيح واللي طولت لوقت كتير طويل لخلصت 13-12 لصالح فريق أو 12-11 لصالح فريق الوحدة على فريق الكرامة. إذن فريق الكرامة هذا الموسم عم يدخل وخاصة بتعاقداته بتصريحات النائب رئيس والمسؤول عن ملف كرة القدم عمر العموري انه هو رح يكون منافس على لقب بطولة الدوري، ما رح يكون خصم سهل. الكرامة هذا الموسم عم يتطلع لتحقيق بطولة سواء بالدوري او الكأس، ولكن عم يوجه رسالة لجمهوره انه هو حابب يصالح هذا الجمهور، حابب يرجع يرسم الفرحة على وجوههم، حابب يكون الكرامة يرجع لألقه نسر آسيا. كلنا بنذكر بال2006 وما بعده بهالسنوات كان الأربعاء السعيد بالنسبة ليس لمدينة حمص فقط لكل السوريين. كنا نتابع الكرامة ننشد، ما حدا بيقدر ينسى الفوز على اتحاد جدة، الفوز على سابق الإيراني، الفوز على الوحدة الإماراتي، الفوز على السد القطري والعديد من المباريات الدولية. كان الكرامة هو سبب فرحتنا. أكيد بنتمنى لهذا النادي يرجع لألقه، يرجع لتوهجه مثل ما بيقول، ترجع هالناس اللي بتحبه ويرجع الكرامة مثل ما كنا مسمينه نسر آسيا. نتمنى له التوفيق. خلصت قصة الكرامة، خلينا ننتقل لفريق الوثبة. الوثبة أيضا لم يكن أقل شأن من جاره الكرامة. حاول هذا الموسم إنشاء فريق مميز، حاول قدر الإمكان فريق الوثبة بتعاقداته عودة أبناء النادي ونجح بهذا الشيء. يعني كانت العودة لماهر دعبول، أنس بوطة، معتصم شوفان، صبحي شوفان، عبد الرزاق بستاني وويليام غنام.
بالإضافة إلى المحافظة على أسماء كانت مع الفريق بالموسم الماضي مثل حسن أبو كف، وبالإضافة لقائد الفريق وائل الرفاعي والعديد من الأسماء الشابة طبعا، وأيضا عودة خطاب مشرب بنادي الجيش أيضا إلى نادي الوثبة. التعاقدات من خارج النادي كانت مع ابراهيم العبد الله اللاعب القديم الجديد، يعني ابراهيم اللي طلع لسنه واحده لعب بالكرامه ومن ثم كان في عوده للوثبه، عبد الله النجار، بالاضافه الى سعيد برو وزكريا رمضان، بالاضافه الى لاعب منتخب شباب سوريا محمد مصطفى. والتعاقد الاخير كان مع المدافع الدولي مؤيد الخولي. الوثبه ايضا مثل ما حكينا شارك ببطوله الدرع، خرج من الدور الاول مع فريق الكرامه. الوثبه بالسنوات الماضيه كان دائما عم يعذب خصومه، دائما ما كان من الانديه المنافسه او اللي عم تحاول تحقق مراكز متقدمه بالدوري، ولكن كان عم يوصل مثلا مراحل اياب، مع مرحله الخامسه ايابا السادسه ايابا، هون عم يوقف نفس الوثبه مثل ما بيقولوا، ما عم يقدر يكفي لنهايه الدوري وعم يرجع كان يتراجع لمراكز كثير. ولكن ما كنا نشوف انه الوثبه بيقدم كره قدم جميله، بيقدم كره حلوه ومميزه. بنتمنى ايضا التوفيق لفريق الوثبه، اللي ما سبق وحقق لقب بطوله الدوري ولا مره. طبعا الفريقين، فريق الكرامه رح يواجه فريق الفتوه بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، وهذا الموسم عم يعاني كثير واكيد رح يكون في لنا حلقه منفرده عن نادي الفتوه. الوثبه امامه مواجهه صعبه مع نادي اهلي حلب، نادي اهلي حلب اللي ايضا حيكون لنا حلقه عنهم. فريق عم يتأسس بشكل جيد، عمل توليفة كتير حلوة تحت قيادة أيضا مدرب خبير الكابتن حسين عفش. وثبة رح يواجه أهلي حلب، الكرامة بمواجهة الفتوة. مين بتتوقعوا نتائج تكون؟ مين بتتوقعوا يحقق 3 نقاط أو نتيجة التعادل رح تكون بين هي الفرق؟ هيك بتكون خلصت حلقتنا اليوم، حكينا فيها عن فريقين الوثبة والكرامة. تابعونا لنتابع سلسلتنا عن أندية الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.